مساء الخير، انا كريستين. لو اول مره تشوفوني لايك للفيديو واشتراك للقناه. النهارده هنعمل وصفه للفول حلوه خالص بمناسبه ان احنا في الصيام الكبير. حلوه خالص وكمان تنفع في رمضان للسحور. سهله خالص. طريقه فول بالبصل، طريقه حلوه خالص. يلا بينا نشوف المقادير. مش مكلفه نهائي. معايا كيس فول بحوالي 5 جنيه، هتجيبيه من عند اي حد بيبيع فول وطعميه. كيس فول. لو معكيش ينفع اللي هو الفول العلب. دي معلقه بصل مفروم، انا كنت مفرزاها. احنا هنا لازم نستخدم البصل مفروم. عندي 3 طماطم صغننين، وعندي 1 فلفل اخضر وواحد فلفل حار، ومعايا كام عود شبت وكام عود بقدونس. ورا الطبق الاصفر هم، هو الطبق اخضر والشبت والبقدونس اخضر فمش باينين. تمام. انا هنا ليه هستخدم بصل مفروم؟ لان انا مش عايزه يبقى فيه قطع بصل في الفول باينه. انا عايزه البصل ما يبانش، يبان الطعم بس. تمام. انا هنا قطعت الفلفل والطماطم والشبت والبقدونس وده الفول. ضروري البصل يكون مفروم عشان ما يبانش، بيبقى مش مستحب لما بيبان قطع كبيره، ومش هيستوي مع الفول لانه كده كده الفول مستوي. احنا هنشوحه بس. هنا البصل والفلفل هيستوي بسرعة لأن الفلفل بيستوي أسرع من البصل. أنا حطيت البصل والفلفل يستووا، يتشوحوا، وحطيت معلقتين زيت. أحط ملح، نص معلقة ملح، سنة كمون. طبعا ملح، كمون، كزبرة. لو مفيش كزبرة يعني تمام عادي. هنحط الطماطم وهنسيبها بقى ايه، الطماطم تتسبك شوية. تمام. ممكن تحطي طماطم اقل، طماطم اكتر، براحتك. وبرضو البصل والفلفل احنا مش ملتزمين بمقدار معين. تمام. بس ده على الكيس اللي هو ابو 5 جنيه ده، اللي هو فيه حوالي 300 جرام فول. تمام. هحط الشبت والبقدونس. تمام. ممكن الشبت والبقدونس تستغنوا عنه، بس بيدي ريحة حلوة مع البصل وال الطماطم هنا حطيت الفول بقى. اقلب الفول كويس، وهحط حوالي 4 معالق كبار مية عشان كل لغاية ما المية تختفي خالص. هحط حوالي 4 معالق مية بس بعد ما اشوحهم شوية كده، حوالي 4 معالق مية. تمام. وهسيبه لغاية ما الماء يشرب ميته ويتقل كده مع نفسه، وبعد كده هنغرفه في الطبق. تمام. طعمه حلو ولونه حلو. لون الفول عشان الطماطم. هنعصر هنا الليمون، وريحة البصل مع الليمون مع الشبت والبقدونس والفلفل مديني الفول طعم حلو خالص. تمام. هحط هنا رشة كزبرة. مش معاكي كزبرة ناشفة ما تحطيش. تمام. هي اختيارية، بس الملح والكمون ضروري. تمام. هنا خلاص تجل. شايفين؟ هبدأ بقى اغرفه في طبق. انا غرفته في الطبق. شايفين شكله وريحته طالعة فظيعة. الشبت مع البقدونس مع البصل. طبعا هنحط زيت. انا هنا حطيت حبة زيت عليه. بس سهل خالص. طبعا هتاكلوه بعيش سخن حلو. ينفع فطار، ينفع غدا، ينفع عشاء، ينفع سحور، ينفع اي حاجة. وبمناسبة الصيام الكبير هيكون حلو خالص. اتمنى الوصفة تعجبكم. هنعمل وصفات للفول كتير ان شاء الله.